اكيد سمعت عن الفيضان اللي جه على مصر. لو خايف منه اسمع الفيديو ده والجنب ده. اثيوبيا بدات بالفعل في عمليات تفريغ عشوائيه لسد النهضه، وده طبعا بعد الفيض الكبير من ميه النيل عن اللي هم كانوا عاملين حسابهم عليه، بحجه ان توربينات الكهرباء ما اشتغلتش، وده زود الميه اللي جايه للنيل ضعفين تقريبا. وبالفعل مش مجرد احتمال، غرق بعض المناطق في السودان بسبب الفيضانات، لان اثيوبيا بتتصرف لوحدها في التفريغات دي بدون التنسيق مع الدول اللي الميه هتضرهم وهتسبب عندهم فيضانات. وده تخطيط كلنا عارفين بتاع مين، وكلنا عارفين اصلا اثيوبيا ماشيه باوامر مين. وطبعا الخرطوم لما زاد عندها الميه وسببت اضرار عندها، صرفت الميه الزايده عليها في اتجاه مصر. وهنا بقى يجي السؤال المهم، هل الفيضانات دي فيها خطوره على مصر؟ والاجابه لا طبعا. والسبب لان مصر في اخر 10 سنين اسست مجموعه ضخمه من البحيرات والترع والفروع المتعدده للمشاريع الكبرى، ودي تستوعب كميات ضخمه جدا من الميه اكتر من اللي جاي. الفروع دي كلها بقى بتوصل ميه النيل لكل مكان في مصر، من شرقها لغربها لشمالها لجنوبها. الصحراء الغربيه باكملها بيوصلها ميه من ميه النيل، ده غير ان باطن الارض فيها عامر بالميه العذبه اللي تعمر الصحراء لوحدها اصلا. وارض سيناء بالكامل بقى بيوصل لها ميه عذبه سواء من النيل او من محطات تحليه ميه البحر الضخمه اللي بتغطي مساحات كبيره جدا في سيناء. مصر عامله احتياطاتها من زمان جدا، وارض مصر كبيره وتستوعب كل اللي جاي من الميه واكتر كمان. كانوا عاملين الليله دي كلها عشان يحجزوا عن مصر حصتها من الميه، بقى هيجي لها 3 اضعاف حصتها من الميه، وده هيعود على مصر بالخير ان شاء الله، وهيزيدها عظمه وفوق عظمتها. مصر بتستعد من اللحظه دي من زمان، واكيد اعدائها هيترد في نحورهم، وتدبيرهم باذن الله هيكون فقط لتدميرهم. وعندنا السد العالي في اسوان لعب دوره زي كل مره في حمايه مصر من الفيضانات وتوزيعات مياه النيل بشكل منسق على البحيرات والفروع اللي بتاخد ميه من النيل. مصر بتقدر تستغل اي تدبير ضدها لصالحها، والدليل ان مصر بتصدر جميع انواع الفواكه والخضروات لكل بقاع الارض، والتصدير ده هيزيد بنفس زياده الميه اللي جايه، لان مساحات الزراعه هتزيد بشكل كبير بسبب ان الميه هتوصل لكل بحيره وكل ترعه وكل تفريعه كانت جاهزه للوقت ده. فاطمنوا مصر بخير، وهتفضل باذن الله بخير الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وربنا يحمي مصر من كيد اعدائها ويعليها فوق كل اللي بيدبر لها ويخطط لها طمعا في خير ارضها. قولوا امين وصلوا. خسارة خسرناه مع الصباح ده، الطاقة جوا البحر، الزراعة جوا البحر. الله يدي العافية بس يا الله يدي العافية بس. بحر السنة دي قايم قوم شديد والله.